بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بمشاركة على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي. طبعا النهاردة أكلم حضراتكم على فيديو من الممنوعات، لأن اللي جاي طرش، لأن اللي فات ما طمرش. النهاردة أكلم حضراتكم على مشكلة كبيرة أوي أوي، يعني بقالها فترة زمنية، يعني ما تقلش عن مثلا 40 سنة. آخر 20 سنة من القرن الماضي كان نادي الزمالك كان يمتلك تاريخ مشرف في بطولات أفريقيا. طبعا في الجيل اللي هو من أول مثلا سنة 99 96 و97 و98 و99 و2000 لحد مثلا 2004. طبعا الجيل ده، المواليد دي كلها عملت فتنة في في الكرة المصرية وفي الجماهير بين الأهلي والزمالك، والحاجات اللي انتوا حضراتكم يعني ايه شفتوها والكلام ده. الناس يعني ايه كان تعداد النسمات كان في سنة 2000 كان يعني ممكن كان مثلا 65 مليون، 67 مليون، 70 مليون بالكثير. فطبعا أول ما ظهرت المواد المنشطة للعلاقة الحميمية الجنسية اللي هي مثلا إيه التايجر كينج والفايزر يعني مش عايز انسى حاجه، يعني كل الحاجات المنشطه ديت والفالدينو ريكتو والكلام ده كله طلعت جيل عمل نبذات تعصب جوه الكره المصريه، وخصوصا ما بين القطبين الاهلي والزمالك. ودي مشكله احنا بنواجهها. يعني الكلام اللي انا بقوله ده مفيش اي حد هيقدر يقوله لك، انا بقول لك الحاجه اللي انا شفتها وهو ده الموجود. يعني انت النهارده من سنه 96 و97 و98 وهو الجيل ده كله كان الناس، كان تعداد السكان كان يعني آه، في المتناول، يعني كان 50 50 بين الجماهير الاهلي والزمالك والكلام ده كله. فطبعا الناس دي جت بقى بناء على الفياجرا والتايجر كينج والفايزر والحاجات دي كلها. فطبعا كانت خلفه شيطاني، وبناء عليه عملت فتنه جوه المدرجات والى اخره. طبعا انا بقول يعني الجيل ده كله، يعني الا من رحم ربي، ده عمل فتنه جوه الكره المصريه حاجه يعني صعبه جدا. وانتوا شفتوها، خصوصا الناس اللي عملت الوايت نايس، والناس اللي عملت الالتراس بتاع الاهلي والكلام ده كله، والناس اللي حصل احداث بورسعيد، واللي حصل مباراه الزمالك الثانيه اللي في ملعب بتروس بورت. الناس ده يا جماعه فيهم ناس ما عندهاش اي فكره بالكره، هي بس الفكره كلها راحه فين يا زفه خديني معاك لفه. فديت كانت الفكره. تمام. يعني النهارده الجزئيه اللي انا هتكلم فيها الكره المصريه. انت النهارده كنادي اهلي وبطولات والكلام ده كله ماشي، انت النادي الاهلي واخد بطولات كويس قوي. طيب نادي الزمالك في اخر 20 سنه في القرن الماضي كان عنده لعيبه ولاعيبه كويسه ولاعيبه كويسه جدا، وكان عنده بطولات وبطولات. يعني نادي الزمالك لسنه 2000، يعني مثلا في اخر 20 سنه، سنه 2000 ده كان واخد 4 بطولات افريقيا، واخد 2 سوبر افريقي، واخد بطوله يعني افرو اسيوي، اتنين افرو اسيوي، وبطوله كاس الكؤوس الافريقيه. فطبعا الزمالك كان عنده رصيد كافي من البطولات الافريقيه، وكان يعني بطل، وكان له عنده لعيبه والكلام ده كله. الفكره كلها لما الناس دي دخلت، يعني الجمهور ده او المواليد الصغيره ديت، او الناس اللي تفكيرها سلبي وتفكيرهم متعصب ده، هي اللي بوظت العلاقه بين الجماهير وبين الانديه والكلام ده كله. خصوصا الناس دي بتطلع في المدرجات وبتشتم وبتعمل لافتات والكلام ده كله. انما نادي الزمالك نادي كبير، وانت عشان ترفع من يعني شأن الكرة المصرية لازم يكون يا جماعة في يعني نسب وتناسب. يعني لازم الاهلي يبقى كويس والزمالك يبقى كويس، يعني لازم يبقى فينا لعيبه كويسه، ولازم هنا يبقى في لعيبه كويسه. مش الاهلي والزمالك بس، الفرق كلها يبقى عندها لعيبه كلها صف اول، ولازم تكون المنافسه شريفه. يعني انت النهارده وانت بتتفرج على الاهلي عايز الاهلي يكسب الزمالك على طول، دي مش كوره. لازم الاهلي يكسب مره والزمالك يكسب، بطوله تبقى هنا مره وهنا مره، والمصري ياخدها مره والاسماعيلي مره والاتحاد مره، والفرق دي كلها، علشان انت النهارده تعمل منتخب قوي. فالفكره كلها اول ما جه الفايزر والتايجر والفياجرا والفاردينو ريكتو والحاجات دي ظهر، والايريك والكلام ده كله، بدات نبذات التعصب وبدات المشاكل الى اخره زي ما انتم حضراتكم شايفين. انا اللي خلاني اعمل الفيديو او اتكلم في الفيديو ان النهارده ده انا شايفه بعيني. يعني الزمالك نادي كبير، انا بقول يعني الزمالك البطولات اللي انا قلتها لحضراتكم ديت بطولات ما جاتش بالسهل. يعني 4 بطولات افريقيا، 2 سوبر افريقي،
ويعني بقول بطوله افرو، بطولتين افرو اسيوي، واحده كاس الكؤوس الافريقيه. فطبعا دي بطولات مش قليله، يعني الزمالك كان عنده بطولات وبطولات كافيه. الفكره من اول الالفيه بقى، بعد الالفيه ما جت بدا النادي الاهلي يدخل في صفقات ويجيب لعيبه، لان كان عنده لعيبه كتير بدات تبطل كوره، مثلا زي وليد صلاح الدين وزي هادي خشبه ومشير حنفي. وبدات بقى الاجيال اللي الاهلي بدا يجيبها، مثلا زي خالد بيبو، وكان لسه عصام الحضري كان لسه بادئ. في الاهلي برضه جاب لعيبه ما كانتش مثلا بمستوى النادي الاهلي، زي مثلا حسين امين اللي كان جاي من مزارع دينا، واحمد رضوان اللي كان جاي من منتخب السويس والكلام ده كله. الفكره يا جماعه بس النهارده ان انت عشان يبقى في كوره يبقى لازم في حياديه بين المنظومه، علشان ان انت تقدر النهارده تطلع لعيبه وتطلع لعيبه تفيد منتخب مصر. النهارده اللي انا بتكلم في ده هو اللي مبوظ الكره المصريه. الجيل ده ماحي ملامح الكره المصريه، وكل يعني كل فتره بتثبت الكلام ده موجود، لان بقت نبذات تعصب كتير الى اخره. انت النهارده كراجل بتحب الكره وكمشجع للكره انت مش مستفيد اي حاجه. الفكره كلها ان النهارده كل الحاجه اللي هي هتجني ثمارها في منتخب مصر ما بتلاقيهاش. يعني ما فيش مثلا اكاديميات ان الناس بتشتغل عليها عشان تقدر تطلع لاعيبه والكلام ده كله. يعني معظم الناس اللي موجوده جوه المنظومه ما فيش عندهم لا دين ولا ضمير، وده مشكله. الفكره كلها ان نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك ده نادي كبير، ولازم يبقى في احترام لنادي الزمالك، ولازم نادي الزمالك ده يعني القطب الثاني للكره المصريه. واي حد بيفكر ان هو يقلل من نادي الزمالك ده لا بيفهم في الكوره ولا له علاقه بالكوره، الا هو راجل متعصب بس وما يفهمش اي حاجه. لان النادي اللي له بطولات وله بطولات يعني ولاعيبه كبيره وفرقته كانت لاعيبه كباتن منتخب مصر والكلام ده كله، ده الموضوع ما يبقاش هباء منصوره يعني. اتمنى ان يكون موضوع الحلقه نال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش تدعمونا بمشاركه على قناه على اليوتيوب انجكشن العالمي، وما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.